العوافي عليكم، اهلا بيكم في فيديو جديد. فيديو النهارده هشرح لكم حاجه جديده وحاجه ممكن ما نكونش عملناها قبل كده على القناه، وهو اني هجيب فيديو انا صورته قبل كده للقناه بتاعتي على اليوتيوب، وهنشرح عليه بعض الحاجات اللي احنا اتعلمناها في الكورس بتاعنا ان شاء الله. فركزوا بقى معايا، واللي عايز يعمل شاي يعمل، واللي عايز يعمل قهوه او نسكافيه. انا مقسم الملفات بتاعتي زي ما انتم شايفين: فايل اوديو، فايل بيرول، فايل اكسبورت، وفايل في البروجكت، وفايل في السورس، الحاجات اللي انا هشتغل بيها. طيب ايه فايده الموضوع ده؟ فايدته ان الدنيا بتبقى تمام وكل حاجه متظبطه في مكانها الصحيح، علشان لما احتاج حاجه اعرف اروح اجيبها بكل سهوله. لو انا محتاج البروجكت دلوقتي مثلا، فهروح بكل سهوله للفايل اللي متسمي بروجكت هنا، وهخش عليه وهفتح البروجكت بتاعي. لو عايز حاجه في الاوديو هروح نفس القصه. وفي ملحوظه، انا هنا بسجل بسوفت وير او برنامج ادوبي اديشن، زي ما انت شايف دلوقتي الحلقه دي بتسجل ازاي. فانا مش بسجل الصوت على نفس البرنامج، حتى لو بسجل فيديو سواء بالموبايل او بالكاميرا، فانا بسجل بمايك خارجي. مايك بيكون متوصل بالجهاز، وبسجل بيه في اغلب الوقت الصوت بتاعي يعني. طيب، احنا فاتحين بريمير زي ما احنا متعودين، وانا هروح للسورس هجيب الفيديو. اول فيديو بتاعي اهو، هما فيديوهين هنشتغل عليهم النهارده. فده اول فيديو، انا هروح اسحبه كده دراج ودروب على البريمير وهسيبه فيه. زي ما اتفقنا قبل كده ان انا اقدر اكريت بروجكت او نيو بروجكت او نيو سيكونس بكذا طريقه. في طريقه ان انا اسحبه على طول على التايم لاين، فاوتوماتيكلي هيعمل سيكونس جديد بنفس الريزوليوشن بنفس كل حاجه في بتاع الفيديو الاساسي بتاعنا. وفي ان انا ممكن اكريت نيو ايتم وادوس له سيكونس واروح اعمل كل الحاجات اللي احنا اتكلمنا عليها في فيديوهات قبل كده. فانا بفضل ان انا اسيب نفس الفيديو علشان ياخد نفس الفريمات ونفس الاعدادات كلها، وممكن في الاكسبورت لو عايز اغير حاجه اعدلها براحتي. طيب، ده الفيديو بتاعنا، ده الصوت بتاع الكاميرا، ده الفيديو بتاعنا اهو 3 2 ده الصوت بتاع الكاميرا. انا هروح اجيب الصوت بقى بتاع المايك اللي انا مسجل المايك خارجي. طيب ده الصوت اهو، برده هعمل له دراج اند دروب وعلى التايم لاين على طول. طيب احنا طبعا لو شغلنا دلوقتي هنلاقي عادي خلينا ما نسال بيمشيش السؤال اللي بعد تحت: كده. انت اخر بس مره خليني كنت اسالك سؤال مستعجل في تاني، حاجه هو والموضوع كم الدنيا مره مشيت داخله فعلا ببعضها؟ طيب علشان اعمل سينك او اربط الصوتين ببعض يبقوا بيبتدوا مع بعض ومفيش اي مشكله او في لاج في النص، هروح محدد كل الحاجات اللي على التايم لاين بتاعي، وادوس كليك يمين وهقول له سينكرايز اوكي، وهقول له الشانل الاولى ياخد، يعني سواء دوست الاولى او الثانيه هو هيظبط الاثنين تمام. فهحدد بس خلي تراك شانل واحد وادوس له اوكي. هياخد وقت، يعني مش هياخد وقت كبير، بس هو علشان الصوت نفسه حوالي 14 دقيقة. طيب اهو خلص. طيب لو جينا بصينا هنا هنلاقي ان هو فعلا جاب، يعني عمل سينك بالظبط. فدي طيب دي نقدر نستخدمها في اي وقت لو احنا عندنا صوت خارجي بمايك خارجي وصوت الكاميرا الاساسي، نقدر نعمل سينك في اي وقت. ما تنساش لو في اي وقت عندك صوتين عايز تعمل لهم سينك على برنامج ادوبي بريمير، هتحدد كل الاصوات كده تنزلهم على التايم لاين وتدوس كليك يمين وتقول له سينكرايز، وبعدين هتقول له سينكرايز، هتلاقي هيدخلك على سينكرايز كليبس، وبعدين هتقول له اوكي، هتحدد شانل لو هي مش متحدده او اتنين، يعني ايا يكن، وهو اوتوماتيك اللي هيعمل عمليه السينك. طيب انا في اختصارات اعملها علشان اسهل على نفسي شويه. انا طبعا مش كل شويه اروح للاداه بتاعه القص وافضل اقص كده مانوالي. فاحنا عندنا اختصار اوريدي بالفعل موجود ثابت في ادوبي بريمير، وهو كنترول كي، بيعمل على طول عمليه القص او بيقطع الفيديو بتاعنا على التايم لاين. طيب برضو انا حاسس ان الاختصار ده مش الطف اختصار، انا عايز اخليه زرار واحد بس من الكيبورد اقص زي ما انت شايف كده. لو جينا حددنا من غير ما ادوس، طبعا انت مش شايف بس يعني اوكي، اعتبر ان انت شايف ان انا عامل اختصار الحرف الاس مع برضو نفس الاختصار بتاع الالت كي، ان هو سوري، مع الاختصار بتاع كنترول كي ان هو يعمل عمليه القص. طيب ازاي عملت الاختصار ده، وانت ازاي تعمل اي اختصار في اي حاجه على برنامج الميرمير لما ان شاء الله تحترف التعامل معاه، وان شاء الله هعلمك ده كله واحده واحده بالتفصيل. فازاي تتعلم تعمل اختصار ليك علشان تسهل على نفسك وانت شغال على ادوبي بريمير. طيب هنروح لايديت ونقول له كيبورد شورت كات. طيب اوكي، اول ما يفتح قائمه الكيبورد شورت كات هنروح على طول على سيكونس، فهنلاقي اول واحده او هنلاقي اد ايديت دي المفروض ان احنا الاختصار بتاع اداه القص او اداه القطع في ادوبي بريمير. طيب هندوس عليها كده لحد ما تبقى علامه اكنها علامه زرقاء كده في تظليل او في حاجه، وهندوس على حرف الاس
فاوتوماتيكلي دلوقتي لو رحنا عملنا هندوس بس اوكي، ونروح هنا على التايم لاين وندوس على حرف الاس، هنلاقيه على طول بقى بيقص معانا. طيب جميل قوي، نبتدي بقى نقص القص بتاعنا عادي. طبعا علشان نشيل الاماكن الفاضيه دي زي ما اتعلمنا قبل كده بندوس عليها كده لحد ما تتعلم باللون الابيض ده، ندوس ديليت. او اننا في برضو طريقه تانية برضو صايعه علشان ما افضلش استخدم القص او ادوات القص كتير جدا، وهي اني هقف هنا كده وهقول له مثلا عايز اقطع الحته دي، والحته دي مثلا انا مش عايز اقطع وبعدين يعني اجي اشيلها كده. يعني مثلا ايه، خلونا ايه بس نعمل دي، يعني انا مش عايز اقص واجي اشيل كده. لو انا عايز اسرع الدنيا برضو اكتر من كده اعمل ايه؟ طيب في اختصار لذيذ انا بشتغل بيه على طول، وهو اختصار الكيو والدبليو. ممكن تكون سمعت عنه قبل كده. فالاختصار ده سلس وممتع جدا وبيوفر عليك وقت كبير. طيب ايه فايده الاختصار ده او ايه الميزه بتاعته؟ لو انا في اول الفيديو هنا كده وعايز اقص الجزء ده، هروح على حرف الكيو وهدوس عليه، اوتوماتيكلي هيقص الحته اللي انا عايز اقصها، وهيلزق لي على طول الفيديو بتاعي. مش هيكون فيه فاصل هنا زي ما احنا بنحتاج ان احنا نمسح المكان الفارغ او المكان اللي بعد القص. طيب لو عايز اعكس وعايز مثلا اشيل من النهايه من الاخر واشيل الجزء ده، مثلا لو انا مثلا عايز اشيل الجزء ده وليكن، هروح على حرف الدبليو واقول له هدوس عليه. مجرد ما ادوس على حرف الدبليو هو اوتوماتيكلي هيروح شايل الحته اللي احنا واقفين ومحددينها. فركز وانت بتقص علشان الدنيا ما تدخلش في بعضها. وده كان كل الفيديو، اتمنى ان كان الشرح سهل وبسيط وعجبكم. فما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناه علشان بيساعد جدا في انتشار المحتوى.